لو في حد بيتريق على جسمك، تخين، رفيع، طويل قوي، ده انت مش باين من الارض. ليه ده بقى؟ جهل، عشان بيتريق على حاجه محدش بيختارها. فمعلش علشان تفهم اكتر هقول لك العوامل اللي بتاثر في النمو. الوراثه والجينات اللي انت بتاخدهم من اهلك، والغدد اللي جوه جسمك من وانت في بطن ست الوالده، زي الغده النخاميه اللي بتفرز هرمون النمو في الشهور الاولى ليك، ولو الهرمون ده بقى نقص هتتحول لقزم. هل في بقى حد ممكن يختار ده؟ لا. عدينا بقى مرحله الغدد والجينات وجينا الدنيا، وهنا يجي دور بقى البيت وناسه والخمسه سته اللي احنا منهم. لو حظك حلو عيلتك هتخليك عندك ثقه فوق العالم، مش هيخلوا حد يضايقك بكلمه حتى لو هزار. الاهل قادرين ان هم يخلوك مش واثق في نفسك ولا في جسمك، وشايف نفسك ناقص حاجه، وانت مش ناقصك اي حاجه غير انك تاكل كويس عشان تكبر، وتاكل بقى اكل بجد مش نودلز بالليل في المطبخ، عشان بقى تصحى بدري تروح المدرسه اللي عينك بتتفتح فيها على الحياه، وتواجه الواقع وتعمل صحاب، اللي منهم هيبقى لطيف وكيوت وجدع، واللي منهم هيتريق عليك ويقول لك ده هزار، ولو قفشت هيقول لك انت بتقفش ليه يا معلم، مش مهزر معاك تاني. ويزو في كل افلامها بتتريق على نفسها عادي والدنيا ماشيه. وهنا بقى يجي دور الاعلام والحاجات اللي انت بتشوفها على الموبايل، ان الناس بقى بتتريق على نفسها وتقعد تضحك في حاجات ما بتضحكش والله. ولو بقى ده الضحك فبره عني.